كنت خدت ليسانس القانون كان زماني دلوقتي بدافع عنه وبحلله كل مشاكله وبطلعه زي الشعره من العجينه. عجين ايه بس يا عطيه والنبي اسكت. عايزين محامي بجد، الموضوع شكله مش بسيط. محامي ايه يا اخوانا؟ محامي ايه؟ لما نوكل محامي يدافع عن الاستاذ عبد الستار الكاف في واجهه البلد تبقى اهانه. الاستاذ عبد الستار كفيل ان هو يبرأ نفسه والعيال المحبوسين معاه. وحالته النفسيه انتوا ازاي ناسيينها؟ ممكن تاثر على تركيزه. احنا بجد محتاجين محامي. طب وسمعه المكتب وسمعه الوجه؟ بلاش كل ده. سمعتي انا شخصيا فين؟ عطيه انت كده كده سمعتك زفت من زمان، بليز اسكت. والنبي عطيه بس، انت لو البلديه عرفت اللي انت عامله هنا ده هيجوا يمسكوك احتكار ارانب. يا جماعه وحدوا الله، الموضوع ابسط من كده. ابسط من كده ازاي يعني؟ الراجل في الحجز مش عارفين بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي. ما احنا لو عرفنا نثبت ان وصل الامانه ده مزور الاستاذ هيخرج وممكن يطلب تعويض كمان. طب وافرض طلع مش مزور وان هي امضته فعلا؟ يبقى الاستاذ عبد الستار يرجع للناس حقوقها وما يعرفناش. طب احنا ممكن نكلم الست ونفهم منها ايه الحكايه بالظبط، وليه قدمت البلاغ وخد منها فلوس فعلا ولا لا او بتتبلى عليه مثلا. ولو بتتبلى عليه هتقول؟ معاك حق. المشكله يا جماعه ان الارانب كلها ارنب بيسالوا عليه وانا مش عارف اقول لهم ايه.